بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم فك كرب كل مكروب. اللهم سد دين كل مديون. اللهم زل هم كل مهموم. اللهم فرج على أي حد يا رب تعبه وكربه وهمه وغمه. اللهم أمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أمين يا رب. وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير ويجعل أيامكم كلها خير. طبعًا النهارده في ليلة الجمعة عشان أنا باسجل لكم صوت. إحنا ليلة الجمعة، فحبيت إن أنا أدخل بالأدعية دي الجميلة دي، يمكن ربنا يتقبل مني ليكم. والصلاة على الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه عليه أفضل وسلم. الصلاة والسلام. طبعًا يا جماعة والله أنا يعني باسجل الصوت وأنا قاعدة جنب أبو أحمد. أنتم عارفين الشتا يعني ما بتبقيش عايزة تقومي من تحت البطانية، فقُلت خلاص بقى أسجل وأنا إيه قاعدة كده جنب أبو أحمد. وبالمناسبة يا جماعة حد يقول لأبو أحمد إن شغل البيت ما بيخلصش. أيها الستات المحترمات الجميلات اللي بيسمعوا أختهم شيرين، أختهم في الله، قولوا للراجل ده لإني كل شوية يقول لي أنتِ بتعملي إيه، أنتِ بتعملي إيه، والله العظيم نور امبارح يعني بعد ما خلصت live على معكم شيري أسامة، فكنت باقصقص لها حاجات في الكتاب كده. فالمهم بيقول لها: "أنتِ جاية تقصي دلوقتي الساعة 01:00". فبتقول له: "أصل ماما ما بتقعدش". ماما ما بتبقاش فاضية طول اليوم، فماما ما بتقعدش. ففعلًا والله العظيم بجد باحس اليوم قصير جدًا، جدًا، جدًا. يعني على ما باخلّص شغل البيت أصلًا بالاقي نفسي خلاص بقيت 21:00. يا دوبك أتغدى واغسل مواعين، أشرب شاي، ألاقيها بقت 10، 10 أعمل live أو إن كان ورايا مكوة أو إن كان ورايا شغل على التليفون، فيديوهات بامنتجها. ما فيش يعني ساعات كمان ما بيبقاش عندي وقت أضطر إن أنا أمنتج الفجر. طبعًا أنا باتكلم معاكم كده وأنا باوريكم إني عملت كوبايتين شاي والله العظيم. وأنا يعني كوبايتين الشاي طبعًا أنا ما قعدتش جنبهم، يعني أنا حطيتهم على ما يبردوا، كنت أنا عمّالة بالِم في الحاجة زي ما أنتم شايفين كده. واشيل العيش وافضّي الصينية بتاعة الفطار واحط كل حاجة في مكانها عشان المطبخ يروق كده. لإن أنا أصلًا ما باعرفش أعمل أكل أو أعمل أي حاجة والمطبخ مكركب جنبي. يعني سبحان الله أنا خدت على كده، إن دايمًا يكون مطبخي نضيف ومرتب. ويعني حاسة فعلًا إن هو نضيف عشان إن أنا إيه، أقعد أطبخ أو أعمل أي أكل. طبعًا ما حدش يعني يستعجب على مشمش. أنا عودتكم دايمًا إن مشمش واخته مشمشة مش بيسيبونا خالص. يعني هُم خلاص تحس إن القطط محتلية البيت. يعني هُم الاتنين بيحسسوك إن هو البيت بيتهم أساسًا. خلاص يعني وعارفين إن إحنا بنعاملهم حلو، وعارفين إن إحنا يعني مش بنزعّلهم. فزي ما يكونوا عشمانين فينا يا جماعة، عشمانين فينا. طبعًا إحنا مش هنرُد عشمهم فبنسيبهم يعني. أنا باحب القطط جدًا، جدًا، جدًا طول عمري، يعني من وأنا صغيرة وأنا باحب القطط جدًا. ويا بخت جماعة اللي بيأكّل طير أو حيوان أخرس. يعني ده في حد ذاته أساسًا يعني ربنا بيرزقك رزق كده ويوسّع عليك عشان أنت أكّلت حيوان سبحان الله. يعني جعان أو هو عايز ياكل، أنت جيت أكّلته فخدت ثواب، خدت ثواب وخدت حسنات. يا جماعة بالله عليكم أنا عايزاكم تقفوا جنبي وتدعموني باللايك وبالاشتراك في القناة. عايزة قناتي دي تكبر جدًا، جدًا يا جماعة وفي أسرع وقت. يعني بصراحة آآ حاسة إن أنا روتيناتي مش وحشة يا جماعة يعني، والله روتيناتي مش وحشة، علشان خاطر إن أنا مثلًا ما ابقاش واخدة حظّي زي القنوات التانية. زي القنوات التانية مش حاسة إن هُم بيعملوا حاجة أزيد منّي. بس يالّا الحمد لله كل واحد بياخد رزقه، وكل واحد ربنا كاتب له رزقه يا جماعة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا يمسّيها بالخير يا رب الحاجة منى طه. هي اللي كانت تقول لي دايمًا تصحّح لي يعني الحروف. يالّا الحمد لله، إحنا بالله حد يصحّح إيه ورانا. طبعًا يا جماعة البتاعة دي اسمها إيه، المريالة المطبخ دي أنا لبستها لإني أنا هاغسل مواعين وهاعمل إيه بقى، زي ما أنتم شايفين كده. وهاعمل معاكم لحمة راس، هاعمل معاكم لحمة راس حلوة جدًا يا جماعة. أنا جايبة الكيلو ونُص ب100 جنيه، جايبة الكيلو ونُص لحمة الراس ب100 جنيه. باعملها لينا على مرتين. ليه بقى؟ لإن أنا عيالي مش بياكلوا لحمة راس، أنا وأبو أحمد بس. فبالنسبة ليّا أنا وأبو أحمد لمّا هناكل كيلو يعني كيلو ونُص هيبقى كتير علينا، فباعملها كيلو إلا ربع مرة وكيلو إلا ربع مرة.
دي بقى هي شيرين الحلة الضغط اللي جات لي هدية من حبيبتي، جزاها الله كل خير يا رب، الله يبارك لِك يا أبلة أمل في السعودية، جزاها الله كل خير يا رب. بصراحة أسعفتني، بصراحة أسعفتني، يعني ما شاء الله، ما شاء الله. طبعًا كده بتحطوها كده على النار بُصّوا هاعمل إيه، هاقطّع طماطماية كده 4 طماطماية كبيرة، وبصلة هاعملها 2 بس، أو اللي عنده بصل صغير يحط بصلتين صغيرين، وهانزل باللحمة متقطّعة زي ما أنتم شايفينها كده، وهاحط طبعًا حبّهان لوري فلفل أسود، ومش هاحط ملح، أنا مش هاحط ملح، فاهميني؟ زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله، أهوّة ولوري وفلفل أسود، وهاقفل عليها قفلة حلوة جدًا، لازمًا حلة الضغط دي تقفلي عليها حلو جدًا كده بُصّوا، أهو. علشان ما يبقاش فيها منفذ، تسوي لِك بقى الحاجة كده وتبقى الحاجة تمام عليه، وأنا سايباها أهو وقُلت بقى يالّا أمّا أدخل بقى على الحوض، طبعًا إحنا عارفين المواعين بتتكاثر، المواعين ما بتبطّلش يا جماعة، والله العظيم بجد يعني الواحد كل ما يقول المطبخ خلاص خلص ومن المواعين اللي فيه وكده، ألاقي المواعين كل شوية بتزيد أكتر وأكتر، فطبعًا قُلت أمّا أنضّف يعني الحاجة كده وأنضّف الحوض عشان لمّا أغسل أحط في الحوض. ربنا يرزقنا كلنا يا رب ويوسّع علينا ويسترها معانا طبعًا ويكفينا شر الغلاء وشر البلاء وشر فواجع الأقدار، اللهم آمين يا رب العالمين، ويكفينا شر موت الفجأة يا رب، ويكفينا شر الحسد وشر الهَم والغَم وشر أي حاجة وِحشة يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. عايزة أقول لكم على حاجة يا جماعة، الواحد الأيام برضه يعني اللي إحنا فيها دي بجد لِم النعمة النعمة تلمّك، حتى بُصّوا حتى لو كانت الدنيا رخيصة برضه، حتى لمّا كانت الدنيا رخيصة برضه وكانت حلوة، برضه كان في ناس يا جماعة برضه ظروفهم ربنا وحده اللي عالم بيها، ظروفهم يعني ربنا وحده اللي عالم بيها. طب ما بالِك بقى الأيام دلوقتي كل حاجة بقت غالية، فكل واحد على قد ما يقدر يلِم يا جماعة، وكل واحد على قد ما يقدر يدبّق في بيته، يعني اعملي مش عيب، مش عيب، لمّي النعمة النعمة تلمِّك. شوفي أنتِ إيه مثلًا كنتِ بتستعمليه بكترة مثلًا وغالي، حاولي تستعملي البديل ليه، حاولي تستعملي البديل ليه، حاولي ما تخلّيش كل احتياجاتِك إنِّك كل حاجة تشتريها من برّه أو تشتري أكل جاهز أو، على فكرة يا جماعة غير الأكل الجاهز إن هو غالي هو مُضِر، هو كمان مُضِر جدًا، 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 فأنتِ حاولي تلمّي على بيتِك وعلى جوزِك وعلى عيالِك، عشان دايمًا يا جماعة ربنا يعني سبحان الله بيبارك والله العظيم للناس اللي بتخاف آمم على لقمة العيش، لقمة العيش نفسها والله العظيم ربنا يبقى بيحبِّك كده لمّا يلاقيكِ بتحافظي عليه، ويرزقِك ويوسّع عليكِ، ويبعت لِك ناس سبحان الله، يمكن أنتِ لا تعرفيهم ولا هُم يعرفوكِ، وسبحان الله والله العظيم بجد، ربنا باعت لِك ناس وسخّر لِك ناس كده تقف جنبِك، وأنتِ ما تعرفيش حاجة، ليه بقى؟ عشان أنتِ دايمًا نيتِك كويسة، وعشان أنتِ دايمًا بتلمّي على نفسِك وبيتِك وعيالِك، فربنا دايمًا يا جماعة ما بيضيّعش حاجة، ربنا ما بيضيّعش مثقال ذرة. ربنا ما بيضيّعش مثقال ذرة أبدًا، يعني من عمل أحدكم عمل فليتقنه، اللي أنتِ هتعمليه وهتتقنيه ربنا هيأجرِك فيه خير، ربنا هيأجرِك فيه خير، وأنا كنت دايمًا يعني إيه، أمّا آجي أعمل حاجة آآ يعني أحس دايمًا ربنا شايفني وأنا باعملها، ربنا شايفني وأنا باعملها. يعني حتى لو كنت هاغلط، أرجع تاني أقول لأ، عشان ربنا لأ، أنا ما أعرفش أنا هاموت إمتى، أنا ما أعرفش أنا ممكن وأنا باعمل الحاجة دي ممكن ربنا مثلًا إيه، تكون ده خلاص آخر نَفَس ليّا، مثلًا لو أنا مثلًا عايزة أروح أشتري مثلًا حاجة وأنا حاسة الحاجة دي هتأثّر معايا وهتعمل معايا، دايمًا أقول لأ ربنا ما قاليش كده، يعني شوفي الأولويات إيه واعمليها، شوفي إيه اللي مطلوب منِّك المفروض إن أنتِ تعمليه واعمليه، شوفي، 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 فكنت دايمًا يا جماعة يعني بادّي لنفسي إن دايمًا ربنا ده يعني رقيب عليَّ كده في كل ثانية وفي كل وقت وشايفة ربنا قدّامي سبحان الله، فدايمًا كنت حاسة إن أنا على قد ما باعمل ربنا والله بيراضيني وبيرزقني الحمد لله. وربنا طبعًا بيقول: "أنا عند حُسن عبدي ظَن بيّا." إن عبدي ظَن بيّا خير ما هيلاقي إلا كل خير، إن عبدي ظَن بيّا شر ما هيلاقي إيه، إلا الشر، بس الشر مننا إحنا، ربنا عمره ما كان بيجيب حاجة شر يا جماعة، رب الخير لا يأتي إلا بكل خير. دلوقتي أنا بقى مليت الأزايز وهاحطها بتشربوا من المَيّة الساقعة دي يا شيري؟ لا والله ده حاطاه بس للعصير يعني، لو احتجت عصير والّا حاجة، لكن إحنا بنشرب من المَيّة التانية. يالّا استودعكم في الله، حطوا